افتح موضوع، بس خلي بالك الموضوع مش سهل. تعالوا نرغي ساكتين ليه؟ افتح موضوع. يلا بينا نشوف خامس لعبة من سلسلة الألعاب الجماعية، ألا وهي افتح موضوع. بس خلوا بالكم بقى لأن اللعبة دي مختلفة عن الخمس ألعاب اللي فاتوا. ليه؟ لأن اللعبة دي للأسف يا حبيب قلبي ما ينفعش تلعبها أنت وأهلك، الموضوع خطير. تمام؟ أنا أوريكم دلوقتي ليه ما ينفعش تلعبها أنت وأهلك. دي تلعبها مع أصحابك بس. اتفقنا؟ مع إيه؟ مع اصحابك واللي انت بتحبهم كمان. اسم اللعبه افتح موضوع. في طبعا كذا شكل منها، لكن الشكل ده افضلهم او ككواليتي او كخامه. يلا بينا نكتشف العظمه دي مع بعض. في البدايه الناس الجميله تصلي على النبي. يلا بينا نشوف اللعبه دي بتقول ايه. يلا بينا نشوف اللعبه بتقول ايه. اسم اللعبه افتح موضوع. نركن شكل اللعبه خلاص كده او شكل العلبه نركنها على جنب. نشوف بقى المحتوى من جوه. بتيجي 58 كارت، 10 كارت اسمه باص بالشكل ده. اوكي، ده الباص. وبيجي معانا 48 افتح موضوع او سؤال وبنتناقش فيه. دلوقتي مثلا 4 اشخاص، ممكن 6، ممكن 10، ممكن 20، ايا كان العدد. الموضوع هيكون ايه؟ لذيذ. كل ما يكون العدد اكتر بتكون اللعبه افضل. هنقوم راكنين باص كده على جنب. ده كروت باص. اوكي، ممكن نركنها كده عادي مفيش مشكله، او ممكن العكس. احنا دلوقتي ركننا باص. ركزوا معايا، باص دي ما بتخليكاش تجاوب على السؤال. لو انت في سؤال مش عايز تجاوبه او محرج بتقوم ساحب كارت باص. اوكي، سحبت الكارت. ليك تسحب كارتين بس، يعني ليك كارتين، ملكاش تسحب اكتر من كارتين. تمام؟ وممكن الشخص اللي قال باص يبقى خلاص من غير ما تسحب كارت، بس الافضل الشخص اللي يقول باص يسحب كارت. يلا بينا نشوف الاسئله مع بعض. بصوا يا جماعه، اول حاجه هنسحب كارت، والشرط ان كل التيم يجاوب عليه. هنا بيقول لك ايه؟ تقبل تتجوز حد اكبر منك في السن ب10 او 15 سنه؟ هنبدا بالشخص ده. ده هيقول اقبل. ليه؟ اكيد عشان لو معاه فلوس مثلا. ده هيقول لا طبعا. ده هيقول ممكن اقبل عشان كذا. ده ممكن او اقبل عشان كذا. هيبدا يجاوب وهنبدا نفتح مواضيع في نفس النطاق ده. خلصنا الكارت نركنه على جنب. اوكي، بعد كده نسحب كارت تاني شخص فينا يقراه. بيقول لك ايه؟ ايه الحاجه اللي اهلك عملوها لك او عملوها معاك مش هتبقى عايز تعملها مع اولادك؟ كل شخص يبدا يتكلم عن نفسه. تمام؟ لو حد مثلا ده مش عايز يجاوب يقول لا انا مش هجاوب، هيقول باص. هنقوم ساحبين الكارت كده، يبقى ده مش هيجاوب، اللي بعده هيجاوب، واللي بعده هيجاوب، واللي بعده هيجاوب. وبنفضل نتناقش في الموضوع وهنضحك طبعا لان احنا هنشوف ايه؟ مسخره في الاسئله وفي الاجوبه بتاعتها. بيقول لك ايه؟ عندك فوبيا غريبه بتحس ان مفيش حد بيخاف منها غيرك. مثلا في ناس بتخاف من الصراصير. كل شخص يقول ويقول بيحصل ليه بتخاف من الصراصير؟ عشان حصل معايا موقف 1 2 3. فانتوا بتفتحوا مواضيع وممكن تقعدوا نص ساعه في كارت بس. اوكي، ولو انت مش عايز تجاوب مثلا ده الباص، هياخد الكارت التاني ملوش بعد كده باص تاني. خلاص لازم اجباري ان هو يجاوب. بس يعني في اسئله محرجه، وزي ما قلت لكم اللعبه دي خليها مع اصحابك اكتر، بلاش اهلك. اللعبه جميله جدا بس زي ما قلت لكم ايه؟ صحابك بس يا حبيب قلبي، لان في شويه اسئله انا ما قريتها لكاش. تمام؟ واللعبه جامده جدا 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 لو انت واصحابك. اللعبه حرفيا اسمها افتح موضوع. لعبه جامده، اتمنى تكون عجبتكم. انتظرونا في لعبه جماعيه جديده من سلسله الالعاب الجماعيه. السلام عليكم.